السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة أولى ثانوي مع تقييمات الأسبوع الثاني. نحلها مع بعض دلوقتي. هنبدأ بالأداء الصفي. السؤال الأول: The patient is still alive after the accident. patient المريض يعني ما زال حيا بعد الحادثة. The synonyms and the word alive. كلمة alive أنا عايز السينونيم بتاعها. هنختار الإجابة B اللي هي breathing، والإجابة C اللي هي living. يلا نشوف السؤال الثاني. The country is divided not united under one flag. يعني الدولة مقسمة وليست متحدة تحت علم واحد. أنا عايز الانتونيمز of the word united. أكيد هتبقى الإجابة A. الانتونيم يعني عكسها، عكس united divided و separate. يلا ناخد السؤال الثالث. The pyramids in Egypt are very ancient monuments. The synonyms طبعا المرادف and the word ancient يعني قديم عتيق، يبقى السينونيمز بتاعها old و antique. يلا نشوف السؤال الرابع. A strong sense of national space is important for a country to feel united. طبعا في حاجة اسمها national identity، الهوية الوطنية. national الاختيار الأخير. يلا نشوف number 5. Egyptians have a deep feeling of. المصريين عندهم شعور قوي ب space when they see their ancient monuments. أكيد عندهم شعور بالفخر أول واحدة pride. يلا نشوف السؤال السادس. Parents make many space to give their children better lives. الوالدين دايما بيضحوا، مش كده برضو؟ بيبقى كلمة يضحي اللي هي الاختيار C sacrifices. السؤال السابع. The teacher was happy with the students' space in class. طبعا المدرس بيبقى سعيد بتقدم مستوى تلامذته، يبقى أكيد الاختيار progress هو تقدم progress. Number 8. Egyptian space is rich with history, art and traditions. يا جماعة في حاجة اسمها الثقافة المصرية Egyptian culture، الإجابة B culture. Number 9. Space is the key to success in every field. أنا عايز أقول إيه هو مفتاح النجاح في كل مجال؟ أكيد العزيمة اللي هي آخر كلمة determination. Number 10. The government protects every space from harm and danger. الحكومة بتحمي كل مواطن من الضرر والخطر. يا جماعة كلمة مواطن الاختيار B citizen. ده كان الأداء الصفي. يمكن أنا بقوله بسرعة شوية كده على أساس إن هو في الحقيقة سهل جدا. يلا نشوف الواجب المنزلي. Find the mistake and correct it. نطلع الخطأ ونصححه. Farmers الفلاحين. rise يا جماعة كلمة rise دي معناها تشرق. شيب الغنم، يبقى أكيد كلمة تشرق دي خطأ، يبقى كلمة rise التصحيح بتاعها يربي. هتبقى التصحيح بتاعها كلمة raise RAISE. ممكن أقول keep KEEP برضو معناها يربي. يبقى ناخد بالنا يا جماعة، خدوا بالكم من الكلمات دي كويس. يبقى رايز معناها تشرق، أما ريز معناها يربي أو يرفع. يلا نشوف السؤال الثاني. The sun الشمس rises. طبعا دي rises غلط، ما احنا قلنا raises دي طبعا غلط. المفروض هتبقى rises الإجابة بتاعتها هتبقى RISES تشرق. ما احنا قلنا كلمة raise يعني يرفع،
مش هقول الشمس ترفع، لا الشمس تشرق، يبقى rises. يلا نشوف السؤال الثالث. There are a lot of problems. مشاكل. دايما كلمة problems يا جماعة بيجي معاها كلمة تنشأ للمشكلة. كلمة تنشأ للمشكلة، تنشأ مش كلمة arouse، لأن arouse دي معناها يثير للمشاعر. جماعة كلمة تنشأ هتبقى أشيل كلمة arouse اللي هي يثير للمشاعر واكتب arisen. اكتب ايه؟ arisen. التصريف الثالث من arise، arose، arisen. يلا السؤال الرابع. he takes pride in، مش آت يا جماعة، يعني يفتخر بيه. he gets أو he takes pride in getting the full mark. يبقى لازم نحفظ التركيبة. take pride in. number 5. they used to بيجي وراها الانفينيتيف المصدر على طول، يبقى هنقول ايه؟ read مش reading يا جماعة. طب امتى used to بيأتي بعدها فعل في الاي ان جي؟ إذا جاء قبلها verb to be، زي الجملة الثانية دي. محمد is used to، أنا عندي is used to بيجي بعدها فعل في الاي ان جي، هتبقى coming. هتبقى ايه يا شباب؟ coming. number 7. did they used to ride bikes؟ هشيل كلمة used دي، ما أنا عندي did يا جماعة. did يبقى لازم الفيرب infinitive وراها، هتبقى use بس. use use. يلا نشوف number 8. we didn't used to eat chips. يا جماعة ناخد بالنا، didn't use وليس didn't used، يبقى أشيل used واكتب ايه؟ use، لأن احنا عارفين did و didn't بيجي وراهم الفعل infinitive. number 9. did he used to؟ ما احنا عندنا did و used to، يبقى محتاجين بعد used to المصدر الانفينيتيف، مش playing بقى، هتبقى play بدل playing. يلا نشوف number 10. I used to fly kites. اعتدت أن أطير الطيارات. يا جماعة كلمة اعتدت اللي هي إيه؟ used to مش use، يبقى أشيل use دي واكتب إيه؟ used used. يبقى عرفنا الإجابات بتاعة الواجب المنزلي. دلوقتي هدخل على طول على التقييم الأسبوعي، سهل جدا في الحقيقة. أعطيني مجموعة من الكلمات، تمام، و5 جمل وهنحط الكلمة المناسبة. complete the following sentences using the words in the box. يلا نشوف الكلمات الأول. monuments آثار، heritage تراث، knowledge المعرفة، merchants التجار، civilizations الحضارات. يلا نشوف مع بعض. number 1. Ancient Egypt is known as one of the greatest. طبعا greatest هنا عايز أقول أعظم الحضارات، يبقى الاختيار الأول civilizations. يلا نشوف number 2. The Library of Alexandria gathered space from all over the world. بتجمع ايه من كل أنحاء العالم؟ أكيد يا جماعة knowledge المعرفة، يبقى number 2 هتبقى knowledge. number 3. The space traveled across the Nile carrying goods يعني البضائع such as gold and spices. يبقى أكيد في number 3 هتبقى merchants تجار، هم اللي بيسافروا عبر الإيه؟ إنه بيحملوا البضائع والحاجات دهيت يعني. فطبعا الأمر سهل، سهلة جدا. number 4. The pyramids and the temples الأهرامات والمعابد are famous. أكيد هتبقى famous. أول واحدة monuments الآثار. number 5. every citizen كل مواطن has a role له دور in protecting our culture يعني الثقافة والتراث and heritage يبقى heritage number 5. ندخل على جروب B. أعطيني مجموعة من الكلمات. harmony انسجام، ancestors الأجداد، decoration
decoration اللي هو الزينة أو التزيين. inspiration الإلهام. neighborhood اللي هي المنطقة المجاورة أو الحي بتاعنا. يلا نشوف number 1. The walls of the temples were full of beautiful space that showed senses from daily life. يبقى هنا أكيد هتبقى إيه؟ beautiful decoration. يبقى number 1 الاختيار هيبقى decoration. number 2. Every person should work to keep their space safe and clean. يبقى لازم البيئة بتاعتنا والحي اللي احنا عايشين فيه، الحي اللي احنا عايشين فيه اللي هو neighborhood. يلا نشوف number 3. In Egypt the past and the present meet in. الماضي والحاضر بيتقابلوا في ايه؟ في زي ما بنقول in harmony، تناسق، في انسجام، harmony. number 3. يلا نشوف number 4. We always remember the sacrifices of our space who built our great civilization. احنا قلنا civilization يعني الحضارة. هو يا جماعة مين اللي بيبني دايما الحضارات؟ الأجداد. ancestors الأجداد. number 5. The pyramids of Giza are a great source of. أهرامات الجيزة يا جماعة دهيت بتعتبر مصدر إيه؟ مصدر إلهام for people all over the world. يبقى inspiration هتبقى number 5. يلا نشوف المجموعة C. أعطيني كلمة pride يعني الفخر، progress تقدم، determination العزيمة والإصرار، museum متحف، demonstrate يوضح أو يشرح أو يبين. يلا نشوف الإجابات. number 1 Egypt continues to show great. مصر مستمرة إنها بتعمل أو بتبين لنا great A in science, technology and culture. أكيد يا جماعة تقدم. great progress. number 1 إجابتها progress. number 2 citizens المواطنين take space in their history and achievements. يا جماعة احنا عارفين كلمة take pride in يفتخر بيه، نحفظها مع بعض. take pride in. number 3 students will space their projects in front of the class tomorrow. يا جماعة لو بصينا للجملة دي students اللي هم الطلاب will سوف ايه their projects هنا المشاريع بتاعتهم اكيد هيوضحوا لنا يبينوا لنا يبقى demonstrate في number 3 demonstrate. number 4 the new grand Egyptian space displays treasures from the ancient world. هنا في النمبر 4 يا جماعة أكيد المتحف هو اللي بيعرض لنا ديسبلاي، بيعرض لنا التريجرز الكنوز من from the ancient world من العالم القديم. نمبر 5 وآخر جملة معانا with hard work بالعمل الجاد and strong people can achieve their goals. طبعا بيقول لنا بالعمل الجاد والعزيمة القوية والإصرار. أكيد هتبقى كلمة determination اللي هو العزيمة والإصرار. أبناء الطلاب ده كان إجابات التقييمات الأسبوعية سواء الصفي أو المنزلي للأسبوع الثاني، وإن شاء الله أول ما بينزل التقييم الثالث مباشرة هعمله لكم بإذن الله. يبقى جميع التقييمات إن شاء الله هنعملها وبنعملها في وقت صغير قوي وسريع. ربنا معاكم، أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.